ازيكم يا مواليد برج الحوت؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الحوت ليوم الخميس 22 ديسمبر كانون الأول ليك 2022. حذر النهاردة، ممكن يكون هناك أثر سلبي لوجود شخص في حياتك، فهم بيحاولوا دايما إنه يقنعوك بوجهة نظرهم. حاول إنك تبتعد عنهم خالص وامضي في طريقك دون إنك تلتفت لأي أحد، وخليك مهتم دايما بمشاعرك وشغلك، وما تنساش إنك تاخد قسط من الراحة في كل حين والتاني علشان ما ترهقش. بالنسبة ليك يا برج الدلو، مهنيا لا تتعامل مع أمور العمل من خلال منطلق أنا لا أخطئ أبدا. اليوم ده هيكون مناسب علشان تجري بعض التغيرات والاستشارات، وهتقبل النصائح من الناس اللي عندهم خبرة. بالنسبة ليك عاطفيا المرتبط، خليك أكتر انفتاحا وتفهما لحبيبك وتقبل أفكاره، فالحياة مشاركة واحترام وتفاهم وعلاقات. كن ذكيا ولطيفا. الأعزب، خليك حذر الازدواجية في العلاقة، وكن مخلصا وأصمد أمام سحر الجنس الآخر. بالنسبة ليك صحيا، نشاط بدني وذهني بيسمح ليك بتنفيذ المخططات اللي انت سعيت ليها دايما علشان تحققها. انتقي واجباتك الأساسية، وما تدعش ان تناول المياه الغازية والأكلات اللي بتحتوي على نسبة كبيرة من الزيوت المهدرجة. توقعات برج الدلو للرجل، وجود الطاقة والحماس والرغبة في التغيير فيك ومن حولك بيجعلك تحول الصعب إلى واقع موجود هتعيشه وتستند عليه، فلازم إنك تاخد قراراتك وتنفتح وتشارك أصدقائك وأهلك تطلعاتهم وآمالهم وانسحابات الأمل، وباشر بخطوة جديدة علشان توصل لتحقيق طموحاتك وأمنياتك. توقعات برج الدلو للمرأة، حاولي انك تفعلي شيء مميز داخل دائرة العائلة والأصدقاء، وحاولي انك تبتكري ألعاب جديدة أو أغنية جميلة، وأقيمي حفلا للاستمتاع ببداية العام الجديد. وتذكري واحذري، ليس كل ما يلمع ذهب، خاصة اليوم انت محاطة بأشخاص منافقين. خليكي حذرة، بيتحدثوا بكلام حلو علشان يوصلوا لهدفهم. لازم تكوني ذكية وسريعة الملاحظة علشان تكشف الكذب ده، وما تسمحيش لأحد بأنه يتسلق على كتفاكي. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، يمكن أن تكون هناك توترات لو شعرنا بالعجز أو الطغيان، ويمكن أن نجد صعوبة في أننا نعبر عن نفسنا بطرق صحية ومباشرة، ويمكن أن تكون رغبتنا شديدة وبيصعب إشباعها، ويمكن إحباط الجهود المبذولة لإجراء تغيرات أو ظهور صراعات على السلطة. الوقت ده مش مثالي علشان تتفاعل مباشرة، وممكن يكون ضروري إجراء تعديلات على أهدافنا. يمكن لهذه الأشياء أن تستنزف طاقتنا مؤقتا، أو أن تجعلنا نشعر بالضيق ونفاذ الصبر حتى نكتشف ما نفقده أو ما نعالجه بعد. قد تفوت جهودنا لتلبية رغباتنا الهدف، ولكن هذا يمنحنا فرصة علشان نجري تحسنات ونعيد المعايرة. بيدخل كوكب المشتري برج الحوت اليوم، وبينتقل إليه من اللافتة من يوم 13 مايو ليوم 28 يوليو.